الحقيقة أنا مش محترفة في كتابة الفونتات المختلفة أو أشكال الحروف، علشان كده أنا استعنت بالكربون وهبتدي أطبع الحروف على الخشب بالشكل ده. عادي جدا يكون في حاجة احنا ما بنعرفش نعملها رغم ان المجال ده انا متخصص فيه او متميز فيه. مش غلط ابدا اني اواجه واقول معرفش، بس الغلط الحقيقي ان اقف عند الكلمة دي ومحاولش ادور على البديل اللي يوصلني للهدف اللي انا عاوزه. اول حاجة اللي حابب اعملها او اتعلمها زي ما عملت هنا بالظبط، انا مش بعمل الفونت او الخط بشكل كويس رغم اني برسم بقالي كتير، بس الخطوط ليها تقنيات واسلوب مختلف، بس في نفس الوقت عاوزة اتدرب على الخطوط بطريقة الحرق. فما وقفتش عند النقطة دي ودورت على البديل اللي يساعدني ان اقدر اكمل واعمل اللي انا عاوزاه. خدوا ده في مواقف كتير في حياتنا، كتير حاجات بتعصلج معانا وما بتمشيش زي ما احنا عاوزين، فبلاشها احسن. بس لو بعدنا خطوة لورا ممكن نلاقي البديل اللي يوصلنا لنفس الهدف بس بشكل مختلف او طريق مختلف. مش غلط ابدا اننا نقول ما نعرفش او ما زبطتش معانا، بس الغلط ان احنا نقف عند النقطة دي وما نكملش. دور على البديل ووصل لهدفك. بعد ما خلصت تحديد الخطوط هيكون ده شكلها النهائي. زي ما انتوا شايفين كل الخطوط باينة وواضحة جدا.